السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة فيديو هنتكلم فيه عن جزء جديد من منصة اكزيم. احنا زي ما قلنا منصة اكزيم دي منصة قوية لتداول عملات الميم. هنتكلم النهاردة عن جزء من المنصة اللي هو صفحة اللي هي بلس. بلس دي الصفحة اللي بيظهر فيها العملات الجديدة. لو بصينا للصفحة هنلقى زي ما احنا شايفين كده مع بعض متقسمة 3 أقسام. أول قسم النيو بيرز. إيه النيو بيرز؟ العملات اللي لسه متكريتة حالا، لسه طالعة حالا. لو بصيت كده هتلقى كل بتتغير بسرعة، عملات لسه بتتعمل 0 سكند، شايف لسه طالعة ثانية ثانية وهكذا. تاني حاجة اسمها الفاينل ستريتش. إيه الفاينل ستريتش؟ العملة أول ما بتطلع من نيو بير يبتدي يدخل فيها شوية فوليوم، توصل لماركت كاب معين، تتنقل من النيو بير للفاينل ستريتش. فالفاينل ستريتش دي العملة اللي هي قربت ان هي تتخرج، قربت من مرحلة المايجريشن. بعد كده هنلقى تالت قسم اللي هو المايجريتد. مايجريتد بتنزل بتتحرك، بتتنقل العملة من الفاينل ستريتش تدخل المايجريتد. المايجريتد دي العملة اللي اتخرجت، اللي هي اتنقلت من منصة مثلا البامب فن او البنك للمرحلة اللي بعد كده او المنصة اللي بعد كده، اللي هي سواء لو كانت بامب فن بتتنقل للبامب سواب، ولو هي على البنك بتتنقل للريديوم. باختصار شديد هنا 3 مراحل للعملة. العملة زي ما احنا عارفين بعد ما بتتنقل او بتتخرج او بتمايجريت، عند لما بيدخل فيها 85 سولانة حسب سعر السولانة. عشان كده سعر يعني الرقم اللي بتمايجريت عليه العملة بيختلف حسب سعر السولانة. في الوقت الحالي تقريبا هي حاجة و80 ألف دولار، لما بتوصل ماركت كاب حاجة و80 ألف دولار العملة بيحصل لها مايجريشن. طيب نتكلم عن انت شايف ايه هنا دلوقتي. نتكلم عن الواجهة، العملة. كل عملة هنتكلم عنها ايه اللي انت شايفه فيها. وليكن ادي العملة اللي قدامنا هنا، مثلا هنبص على الفاينل ستريتش. شايف هو كاتب لي ايه؟ بوندنج 98.66%. دي خلاص العملة دي هتمايجريت، هتنتقل خلاص، وهكذا. ايه الحاجات اللي ظاهرة قدامي؟ اول حاجة هنبص عليها كده بسرعة عشان ازاي نفحص العملة دي اللي هي التوب هولدر، اللي هي 4%. دي توب هولدر، التوب 10 اقصد، يعني اعلى 10 حاملين في العملة معاهم قد ايه من العملة، فدول معاهم 4%، وده رقم كويس. تمام. وفي نفس الوقت لو وقفت عليها هتلاقيها جايبه لك البابل ماب بتاعت الايه، بتاعت التوب 10 دول. هو اصلا 4% ده رقم قليل، عشان كده البابل ماب بتاعتها هتلاقيها ايه، غريبه شويه. دي 66%، ده معنى كده التوب 10 معاهم رقم كبير من العمله، واخدين 66% من العمله. الناس دي لو باعت العمله انهارت، فدي علامه مش كويسه. تاني حاجه الديف. العلامه دي اللي هي زي بتاعه الطباخ كده، دي الديف. كده الديف معاه 0% من العمله. ولما الديف بيبيع كل حاجه هتلاقي العلامه دي اتحولت للون الازرق، زي مثلا بص هنا مكتوب ديف سولد، دي اس كده يعني الديف سولد، وتلاقيها بقت لونها ازرق. تالت حاجه دي السنايبرز. هنا الباقي من السنايبرز 4%. سنايبرز الناس اللي دخلت العمله في الاول خالص، وغالبا بيبقوا فيهم بتبقى غالبا فيها بوتات او يعني ليها طريقه معينه. طبعا كل ما يقل عدد السنايبرز كل ما تبقى العمله هيلثي اكتر وصحيه ان انا ادخلها. دي الانسايدر. هنا شايف نسبه الانسايدر 0. الانسايدرز دول اللي هم زي ما تقول فريق العمله، او الناس اللي اشترت على ماركت كاب صغير جدا جدا، او ناس عندها معلومات عن العمله، او حد من الفريق. فاحنا دايما ما بنحبش العمله اللي الانسايدرز بيبقى فيها كتيره، يعني بنحب دايما تبقى انسايدرز قليله، وفي نفس الوقت بلاش تبقى صفر. يعني لازم يبقى في ايه، يعني 4% ده كويس، 3%، 2%، الارقام كل ما تبقى صغيره كويسه، بس ما تزيدش عن كده. تمام. دي 0% اقصد، يعني الانسايدر هنا 0%، فالانسايدر كلهم باعوا، كل الناس اللي اشترت في الاول باعت. العلامه الاخيره دي علامه البندل. البندل دي اللي هي مجموعه محافظ مشتركه مع بعض، بتشتري مع بعض في وقت واحد. فنسبة البندلز دي برضو المفروض ما تبقاش كبيرة، يعني معاك 10 15% بالكتير. بس ساعات بيبقى ليها حسابات تانية، يعني ساعات البندل بتبقى مفيدة، ساعات فريق العملة بيبقى هو شاري كمية كبيرة وعاملها بندل عشان خاطر يحافظ على العملة من الايه، من القناصين
ومن بوتات القنص، من إن حد يمسك نسبة كبيرة من العملة ويبيع في موتها. فيعني هي ليها حسبة تانية هنتكلم عليها في حلقة تاني يعني. ايه تاني قدامنا شايفينه في العملة؟ هنا دول الهولدرز. الهولدر هنا رقم قليل، 19 ده رقم قليل. هنا مثلا 131، هنا في اللي بعد كده 993. كل ما الهولدرز يبقوا اكتر كل ما يبقى حاجة احسن، يعني يبقى في ناس كتير في العملة، فما يبقاش عدد قليل اللي مسيطر على العملة كلها. تمام. شايف علامة الشمعتين دول؟ دي حاجة اسمها البرو تريدرز. البرو تريدرز دول بيبقوا زي يعتبروا الناس اللي بتستخدم بوتات معينة في البيع والشراء. يعني يعني يفضل ان احنا، هي ملهاش علاقة بينا قوي يعني. الكاس دي اللي هم الكولز دول زي الناس اللي هي بتدي المؤثرين الأقوياء. برضه هي حاجة جديدة لسه متضافة على المنصة قريب، فهتلاقيها دايما في اغلب الاحيان بتبقى صفر، هي مش مؤثره قوي. لو موجود 2 3 4 لو فيها رقم بتبقى افضل. التاج ده معناها عدد العملات اللي عملها الديف ده او المحفظه اللي كريتت العمله وانتقلت وحصل لها مايجريشن. فصفر ده يعني ايه؟ دي ما هو ما عملش قبل كده عملات وانتقلت. ساعتها نلقى فيه ارقام، هنبص كده مع بعض يمكن نلقى حاجه. مفيش، بس كان فيه يعني حسب الوقت طبعا. ساعات يعني هنا هو عمل عمله وانتقلت قبل كده وهكذا. بس هو غالبا ساعات بيبقى الديف غالبا بيعمل محفظة جديدة في كل عملة، ساعات بيعمل كده فما بيبانش هنا، لازم يبقى من نفس المحفظة. هنكمل في فيديو جديد عشان الفيديو ما يطولش. تابعونا على وسائل التواصل كلها، تابعونا على جروب التليجرام، هتستفيدوا كتير. ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في غزة. هسيب لكم الروابط كلها اسفل الفيديو. سلام. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وتفعلوا زر الجرس.